بالعكس يعني انا بلعب في النادي الاهلي، نادي كبير، وبموت نفسي في المكان اللي انا فيه دوت عشان ده اكل عيشي رقم واحد، وعشان خاطر ده الكيان اللي انا اتربيت فيه ولحم كتافي من خيره. فلازم ده واجب اللي انا اعمله يعني. هل يا احمد في وجود الشناوي اخر صفقات يعني موجوده في النادي الاهلي، هل ما فكرش ان انت تروح حته تلعب وتتالق وتاخد فرصتك بالكامل، ولا قلت لا انا هكون موجود برضه في النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، والله انا يعني عمرو جمال يقول لك برضه اكتر، انا بحب النادي قد ايه ومتمسك بالنادي لحد اخر لحظه. لكن لو في ظروف يعني دفعتني لان انا افكر تفكير تاني، يعني مش بعيد خالص يعني. هل عندك فعلا عرض من وادي دجله والمصري؟ لا يا كابتن، انا ما اتكلمتش مع حد رسمي، يعني مثلا في كلام طلع ان انا كابتن احمد حسام ميدو كلمني، لا ده ما حصلش. بس في وكلاء كلموني، وفي انديه كلمتني بطريقه مباشره، وفي ناس كلمتني بطريقه غير مباشره، لكن انا ما بفكرش في ان انا امشي خالص جوه مصر حاليا. ويعني انا كل تركيزي مع النادي الاهلي حاليا، ولسه في عقدي لحد السنه الجايه كمان، السنه دي والسنه الجايه. بعد السنه الجايه ان شاء الله هحسن بقى امري، او ممكن اخر السنه دي، ما اعرفش يعني، على حسب الظروف اللي لسه هتوديني فين. لكن انا مستمر بعقدي، وانا مبسوط في النادي، وبموت نفسي لحد ما تيجي فرصه، وانا بتمنى ان تجيلي فرصه عشان اثبت للناس واكون موجود بشكل قوي يعني. عمرك مره ما اتكلمت وقلت ان انا لما باخد فرصه وبتالق ما تسيبوني، يعني ادوني فرصه شويه، ليه برجع اقعد؟ عمرك اتكلمت في الحته دي؟ ده اتكلمت والله، كنت ساعات كنت بتكلم وكنت بلاقي مبررات، وبس يا كابتن انا ليا حدود، يعني انا ممكن اتكلم بس انا ليا حدود، وحدودي دي انا عارفها. وانا عشان واحد من ولاد النادي ما ينفعش ان انا اتعدى حدود الذات، يعني لازم يكون ليا سقف معين في الكلام، وبعد كده ما اقدرش اتخطى السقف ده، بيبقى وجهه نظر بعد كده ما اقدرش بقى ان انا اتخطاه. يعني انا عمري ما اسيب معسكر، عمري ما اعمل مشكله مع مدرب، عمري ما اعمل مشكله في الفريق، عمري ما اعمل بلبله جوه التيم بتاعي. المفروض ان انا اكتر واحد احافظ على استقرار الفريق مع زمايلي. فلا انا عمري ما اعمل مشكله، لكن في نفس الوقت جت اوقات اتكلمت وسالت وفي ايه، هو ايه اللي بيحصل، فاهم قصدي؟ بس ربنا يوفقك يا احمد ان شاء الله، واللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه بجد، يعني انا اكتر واحد بقعد مع عمرو جمال في الاوضه. بجد يا كابتن، عمرو ده من الفراوده الاقوياء جدا في مصر. بس هو الظروف هي اللي ودته لحته عدم التوفيق، ان هو بقاله فتره ما كانش بيلعب للاصابه، ولما رجع من الاصابه طبعا حضرتك عارف الاصابه اللي جت لعمرو كانت اصابه كبيره. فهو بيحاول بكل الطرق يرجع، لكن في ظروف مش مساعداه. الظروف دي اللي هو لازم ياخد فتره معينه من الماتشات يا كابتن، صح، يقعد فتره يلعب، عشان الفتره دي لما يلعب كتير عمرو هيرجع في الملعب، وهترجع حساسيه الماتشات. انا وجهه نظري الشخصيه بشوف عمرو بيموت نفسه في الماتشات وبيعمل كل اللي مطلوب منه، بس هي ناقصه حته التهديف، فاهم يا كابتن؟ ففي اوقات كان مثلا فلافيو قعد سنه كامله ما جابش جول، بس كان بيتصبر عليه. فانا رايي ان شاء الله عمرو الفرصه الجايه قريب، وان شاء الله هيثبت مين هو عمرو جمال. عمرو جمال اللي انا بالنسبه لي فرقه رقم واحد في مصر ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمه ويكرمك، واللي جاي افضل ان شاء الله ليك يا احمد. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكرك حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا. احمد عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي.